إلى أيضا ذكريات الديربي هذه المرة مع إبراهيم سويد، وهو اللاعب الذي لعب في الأهلي وفي الاتحاد، وبالتأكيد يحمل الكثير من الذكريات. الأول ديربي أعتقد أنه كان نهائي كأس الأمير فيصل اللي كان عام 1417. كان فاز فيه الاتحاد 3-1. والله في ديربيات كثيرة متميزة، لكن أعتقد أنه في ديربي فزنا فيه 1-0. كنت وقتها في الأهلي. أعتقد أنه كان عام 1419 أو 18. عام 1418 كان صراحة ديربي مميز. كان نجوم الأهلي متواجدين ونجوم الاتحاد أيضا متواجدين، يعني من صراحة من نجوم الكرة السعودية في هذه المباراة كانوا متواجدين. والله صراحة ما في اختلاف كبير، يعني الفريقين صراحة فريقين كبار وفريقين يعني يعتبرون من أميز الفرق وأفضل الفرق في السعودية. فأعتقد أنه كانت مباراة 4-1 أو 4-2 فاز فيها الاتحاد، وسجلت فيها أنا هدف المباراة هذه. فكان أول ديربي بالنسبة لي مع الاتحاد، وصراحة كانت المباراة مميزة من طرف نادي الاتحاد. والحمد لله أنا توفقت في المباراة هذه وظهرت بصورة، يعني الجمهور كله ما كان يتوقع أني أنا راح أظهر بالصورة هذه. فالاختلاف كبير والله، يعني ديربيات الماضي كانت أفضل بكثير، يعني لا من ناحية المستويات ولا من ناحية النجوم. كابتن إبراهيم سويد، بعيد عن الإجابة الدبلوماسية، تتمناها اتحادية ولا أهلاوية؟ والله والله شوف، صعب انك انت تختار. انا زي ما قلت لك انه عشت فترة حلوة مع الاهلي وعشت فترة حلوة مع الاتحاد. هتقول لي تعادل؟ فلا والله بالعكس، انا اتمنى، انا ما بحب المباريات اللي بيكون فيها تعادل. اتمنى اي واحد فيهم يفوز ويقدم مستوى.